في تاريخ كأس العالم كانت هناك أرقام تبدو بعيدة المنال. ميروسلاف كلوزا 16 هدفاً، 20 سنة من الهيمنة. لكن ليونيل ميسي قرر أن يعيد كتابة التاريخ. في أول مباراة له بهذه النسخة أمام الجزائر 34 دقيقة فقط، ثم ثلاثية، 3 أهداف في مباراة واحدة، ليصل إلى 16 هدفاً ويساوي كلوزا. الجميع توقف، الجميع انتظر. المباراة الثانية، النمسا أمام الأرجنتين، الدقيقة 37، كرة، مسافة، والقدم اليسرى. هدف، الرقم 17. ميسي وحده الآن على قمة التاريخ. لكنه لم يكتفي. قبل نهاية المباراة هدف ثانٍ. الأرجنتين تفوز 2-0، وميسي يرفع رصيده إلى 18 هدفاً. 18 هدفاً في كأس العالم، بفارق هدفين عن كلوزا و4 أهداف عن كيليان مبابي. في 24 من يونيو يكمل ميسي 39 عاماً، لكنه أهدى نفسه هديته مبكراً: أفضل هداف في تاريخ كأس العالم إلى الأبد. هذا هو ليونيل ميسي، لا يكتفي بالمساواة، يريد أن يكون الوحيد.